مساء الخير يا عم هلال. مساء النور يا سعادة البيه. سعادتك خارج؟ لا لا لا، سيبك من اللي في ايدك ده، انا عايز اتكلم معاك شويه. خير يا بيه؟ مش عارف الحقيقه اجيبها لك ازاي يعني. عم هلال، انت حر من النهارده، تقدر تشوف شغل في مكان تاني. ليه يا بيه؟ انا عملت حاجه زعلتك؟ لا بالعكس، ده انت من احسن الناس اللي اشتغلت معاهم، لكن كمان ما ينفعش اشغلك معايا وما اديلكش مرتب. انت مش غريب يا عم هلال، انا دماغي متلخبطه من ساعه ما الشغل بتاعي قفل، والحقيقه مش عارف اعمل ايه. علشان كده انا اتفقت لك مع واحد صاحبي في شركه سياحه، هتشتغل معاه سواق وهيدي لك مرتب كويس جدا، واهو ربنا بيقطع من هنا وبيوصل من هنا. انا مش فاهم حاجه من اللي حضرتك بتقوله ده يا سعاده البيه. وليه ده كله؟ احنا عشره طويله مع بعض، وافضل سعادتك عليا ملهاش اول من اخر، وانا لا يمكن اسيبك ابدا. عم هلال بلاش العواطف، وانا اوعدك ان اول ما ظروفي تتحسن هرجعك تاني. وليه لزومه بس يا بيه؟ انا المرتب اللي باخده من حضرتك مكفيني وزياده. يا عم هلال انا مش هقدر ادفع لك المرتب. ما انت دفعته خلاص يا بيه. انا دفعته؟ ايوه، لما بعتهولي مع الست هانم من يومين، دي حتى اعتذرت لي على التاخير وقالت لي معلش يعني ان حضرتك دماغك مشغوله شويه اليومين دول. فعلا انا دماغي متلخبطه زي ما قلت لك يعني. صحيح انا دفعته فعلا. لما العربيه يا عم هلال. ماشي يا بيه. ندى، انا فتحت علبه الصيغه بتاعتك لقيتها ناقصه. انت اتصرفتي في حاجه؟ ايوه يا بابا. ليه؟ يا حبيبي ما اول الشهر جه وكان لازم اتصرف، لان في عم هلال ومرتبه والست اللي بتشتغل عندنا والاقساط اللي علينا، كان لازم اتصرف. ايوه بس كان لازم تقولي لي قبل ما تعملي كده. ما هو انا مش عايزه اشيلك هم، انا شايفاك تعبان وعمال كل شويه تحاول وتنزل انترفيو وربنا مش مسهلها معاك، فبجد كان لازم اتصرف يعني. طب والشهر اللي بعده هتعملي ايه؟ هتبيعي بقيه الصيغه؟ مش عارفه يا حبيبي والله، انا كل اللي فكرت فيه ان احنا نحل الازمه الشهر ده وربنا يبقى يسهلها الشهر الجاي. كده مش هينفع، لازم يكون في حل. لازم يكون في حل. شريف يا حبيبي من فضلك ما تفكرش، والله ربنا هيسهلها وهتلاقي الشغل اللي يليق بيك ان شاء الله، كل حاجه هتتحل. ما تفكرش يا حبيبي. يا عم قلت لك نازل، والله نازل دلوقتي خلاص. هو انت مين معاك اصلا؟ سلام سلام. الو، انت فين؟ خليك طيب تحت الشباك عشان احضر لك الشنطه. سلام. عرفتي تخلع من ابوك؟ يا عم عيب عليك، ده زمانه في سابع نومه. طب يلا عشان تاخرنا على الشيل. يلا. بابا ايه؟ شفت عفريت؟ ابدا يا بابا، انا كنت فاكرك نايم مش كده؟ لا انا ما بنامش. ندى يلا قومي، الساعة بقت 6. ندى يلا يا بنتي، يلا الساعة بقت 6.
انا هقوم اصحي العيال. ها؟ ياسمين، ياسمين، يلا يا حبيبتي، يلا 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 يلا، اوبا 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 اوبا، هنقوم اهو هنقوم اهو هنقوم اهو هنقوم اهو هنقوم اهو، تك 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 تك. يلا يلا يلا، ايوه ايوه، انا هروح اصحي ياسين واستناكي تحت على الفطار. ماشي. انت عارفه انا مين؟ بابا. برافو عليكي، برافو، شاطره. عنك انت يا حبيبتي. انا متاسفه قوي. حصل خير يا منى. ايه يا شريف؟ ايه اللي انت عملته ده في الزباين بتوعي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ يا ماما، يا ماما، انت قلبت البيت دليفري. ده شغلي، ثم انا حره في بيتي اعمل فيه زي ما انا عايزه، وانت حر في بيتك انت وبس، انما هنا انا صاحبه البيت، فاهم؟ فاهم يا ماما، فاهم كل حاجة، بس لو تفتكري كده إن أنا وسارة قعدنا معاكي وحذرناكي من الوقوف كتير في الشغل علشان ما تتعبيش، وبعدين يا ماما أنت ليه مش مقتنعة إن أنت مريضة سكر؟ مريضة سكر وبتعملي حلويات، يعني وأنت بتعملي الحلويات هناخد حتة من حيادي هم وكمان حتة. يا ماما النفس أمارة بالسوء. لما يحصل لي حاجه ما تبقاش تلحقني، ان شاء الله اموت، لكن تتحكم فيا لا. بعد الشر عليك يا ماما، انا ما اقدرش اتحكم فيكي ابدا، انا والله من خوفي عليكي بس. يا ابني اصل شغل المطبخ ده مزاج، كيف، ومش ممكن حسلها ابدا. مساله مش مساله فلوس، مساله وحده. عارف يعني ايه وحده؟ انك تقعد طول النهار بين 4 حيطان من غير ما تعمل حاجه. يا ماما ما انا قلت لك تعالي عيشي معايا انا والولاد. محدش يا ابني بيستريح الا في بيته. كل اللي انا طالباه منكم تسيبوني في حالي لغايه ما اقابل وجه كريم. بعد الشر عليك يا ماما، ما تقوليش كده. خلاص يا ستي، خلاص، اعملي اللي يعجبك. اللي يعجبني؟ طب في حته بسبوسه في التلاجة، تقوم تجيبها لي؟ ماما الله، خليك حلو بقى. حلو ايه بس يا ماما؟ انا هموت نفسي. خلاص 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 خلاص. وهمشي على طول وادي الوصل. لا امشي على طول. اصل الحقيقه انا عندي مشاكل مع البنك شويه في السيوله، فمعلش اخرني اسبوع كده ولا حاجه. اسبوع يا شريف بيه؟ اسبوع 8 ايام كده يعني. طيب حاضر. متشكر قوي حضرتك. هننتظر حضرتك. متشكر يا فندم، متشكر. ما اتفضل بجد. شكرا. اتفضل اتفضل. سلام عليكم. اتفضل. ابتدينا بقى. استر يا رب. انت زهقانه وعايزه تخرجي؟ ها؟ مين زهقان وعايز يخرج يتمشى؟ يلا. هتوقعيني يلا. ياسمين. يلا. نعم. رايحة فين؟ خارجه ماشي زلبي، في حاجه؟ ما انا بمشيها كل مرة، اشمعنى انت عايز تمشيها النهارده يعني؟ عادي يعني يا ياسين، الزلابيه دي بتاعتنا كلنا. بعدين انا استأذنت مامي. في حاجه تاني؟ لا اتفضلي. ماشي. يلا 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 بينا. جود جيرل شطوره. مالك يا ياسمين؟ خايفه وانت ماشيه معايا كده ليه؟ بصراحه يا حازم انا خايفه حد يشوفنا ويروح يقول لبابا. انا تعبت من الحوار ده. في البيت خايفه من بابا وماما، في المدرسه خايفه من ياسين، مش كده يا حبيبتي؟ طب هعمل ايه يعني يا حازم؟ احنا لازم نبقى اقوى من كده شويه، ما نحسش ان في حد راكب فوق دماغنا. وده هيحصل ازاي بقى؟ لازم نبقى اشجع. ياسمين انا بحبك وعايز اتجوزك. بجد؟ يعني انت هتخلي باباك يجي يخطبني؟ طبعا. انا بس مستني اخلص مدرسه وهجيب بابا وماما عشان نخطبك على طول. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان خايف عليكي من كلام الناس، وبعدين مش عايزك تبقي قلقانه كده وانت معايا. انت شكلك بتحبني بجد بقى. انا لو مش كده؟ لا انا ما بنامش. احنا قررنا انا وعمك فطين وعمك سميح نلعب ماتش من بتوع زمان، مش كده يا فطين؟ طبعا، انا حتى زمان في ثانوي كنت شادو سترايكر زي نصر التليس. وانا كنت احسن جون في الجامعه.
السد العالي. العالي ده بيبقى طويل شويه. خلاص عديها، السد العريض. احنا هنعمل معاكم اتفاق. اتفاق ايه يا بابا؟ هنعمل ماتش من شوط واحد مدته ربع ساعة، لو انتوا غلبتوا هتروح تسهر مع اصحابك لغاية الفجر، بس لو احنا كسبنا ما شوفش وش حد فيكم هنا تاني، وكل واحد على سريره، مفهوم؟ حاضر حاضر. بس يا بابا انتوا 3 واحنا 2. ما هو عمك سميح هيقف جون مشترك. بس ما فيش جون هنلعب فيه. طوبتين وحطهم يلا واعمل جول، يلا هات الكرة. في يعني الراجل راجل والست ست. انا ما اقبلش اعمل شغل الحريم ده، ولا مؤاخذه يعني. يا سيدي هو حر، انت مالك؟ انت ما تقبلش هو يقبل، هو يتصرف مع مراته براحته. وبعدين ايه حريم دي؟ ما تنقي الفاظك شويه. استنى بس يا فطين، شوف يا سميح، مراتك ست البيت مش بتشتغل عندك، وبعدين انا ما اقبلش ابدا ان مراتي ترجع من الشغل مجهده وتعبانه وتكمل شغل البيت. ايه المانع ان انا اساعدها، وخصوصا بقى لو ما بشتغلش؟ يسلم فمك، هو ده الكلام. سامع يا سميح؟ كلامي ده كلام فارغ. فاضل بقى تقولي لي رد على العيال. لولا ان العيال كبرت والله كنت عملتها. حلوه. اسمعني يا سميح، ايه المانع ان الراجل يقف ورا مراته وهي ناجحه في شغلها وهي لها جو البيت المناسب، ويبطل بقى العقد الذكوريه بتاعته دي؟ الله عليك يا شريف. سامع يا فطين؟ سامع ايه؟ اذا كنت انا موافق على الكلام ده، هو انا ما بساعدكيش؟ بصراحه بتتعب جدا. وعلى ايه ده كله يا شريف؟ ما انت لو مش لاقي شغل تعالى اشتغل معايا يا اخي، خد المرتب اللي انت عايزه. لا يا بيه انا ما اقبلش. ليه؟ لا مش ما اقبلش عشان مش عايز اشتغل، انا ما اقبلش علشان يعني شغل المقاولات ده انا ما بفهمش فيه حاجه خالص، وبعدين يا عم انا مش عايز حسنه. لا مش قصدي يا جماعه ما يلا بينا بقى علشان الاكل جاهز بره. ده كلام. وبعدين سميح عايز رنجه قوي وفسيخ قوي انا عارف. يلا تعالى بينا. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا، اهلا وسهلا. العيش ده بقى انا مقمره ومسخنه ومظبطه، عشان كده انا حبي بندى. حبيبي مش هدي لك انت. تسلم. يا جماعه انا عايز الترابيزه دي تتنسف، كل الفسيخ ورنجه يخلصوا. اوكي انا عاوز رنجه. الرنجه فين؟ قدامك، هي بتقول لك انا اهو. ايوه يا جماعه على فكره الاكل ده كله شريف هو اللي عامله. ها؟ ترى الله الفسيخ يجنن. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. ايه يا سميح ما بتاكلش فسيخ ليه؟ لا شكرا. اجيب لك فسيخ. لا يا عم مالكش دعوه بيا، انا هاكل عيش ببصل. ده انت غريب قوي يا اخي. الله الله يهبل، انت لازم تقول لي انت عامله ازاي ده. لا انت عايزين اقول لك سر الصنعه؟ لا يمكن ابدا. لو النبي يا شريف قول لي الفسيخ ده بيتعمل ازاي وانا اعمل لك اللي انت عايزه. لا والنبي. ايه يعني اي فسخان يجيب من عنده فسيخ احسن من ده كمان؟ والهنا يا نور عين شير. صدق نفسي ايه كل ده؟ ايه ده؟ ده احلى فطار، فطار 5 نجوم لاحلى ندى في الدنيا. يا سيدي يا سيدي عدال على الساعه 6 الصبح. وفي كل وقت وحياتك. استني يا ياسمين، ياسين، العيال دي ايه؟ بتعمل ايه؟ كل ده بتلبس لبس المدرسه؟ انت لسه شفت حاجه؟ شيل بقى. لا 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 مش عليا الكلام ده. لا 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 ولا انت يا بنت. لا 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 اتخضي زي ما انت عايزه. يعني انا صحيتك بالراحه علشان ما بقاش زي مامي اللي هي قومي من مكان. ما مش بعمل كده انا. ايوه صحيح بتعمل كده. مش كده؟ قومي بقى. فوقي. فتحي عينك. ايوه. اكيد التاني نام تاني. مين؟ اخوكي. ياسين. ايوه. يلا حبيبتي قومي يلا. قمت اهو. بسم الله يا اولاد، انتوا عارفين ان دي اول مره نتلم على ترابيزه الفطار سوا مع بعض؟
بصراحه انا كنت ابتديت انسى الفطار ده اصلا يعني، بس النهارده بصراحه مش مصدقه نفسي. لا، من هنا ورايح لازم تفطري كويس وتروحي الشغل وانت في الفورمه. طب لو وزني زاد؟ ولا حاجه، كل يوم نجري ساعه في الكومباوند كله هيبقى تمام. الله يا بابا، الاكل ده ألذ فطار انا دوقته في حياتي. بالهنا والشفا يا حبيبتي. بالراحه يا حبيبي علشان هتزور كده. والله يا بابا حضرتك مش متخيل ماما كانت بتفطرنا ايه. ياسين اظبط نفسك عشان ما اظبطكش. ها؟ فاكر ياسين لما رحت المدرسه مره ولقيت السندوتشات فاضيه؟ طب فاكره انت لما ماما نسيت التوست في الميكرويف لغايه ما اتحرق؟ بقول لك ايه، انسى الكوتش اللي انت عايزه، انت بقى حسابك معايا بعدين. لا خلاص مش هتكلم، انا هاكل اهو. ايه يا ياسين اللي انت بتقوله ده؟ عيب على فكره، ماما دي بتعمل احلى فطار في الدنيا. بقول لكم ايه، انا مش هسمح لاي حد فيكم يتريق على اكل ماما ابدا، لا بالهزار ولا بالجد، فاهمين ولا لا؟ حاضر يا بابا. حاضر. انا اتاخرت. اتاخرت لازم على مين؟ امشي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.